في الشأن الجزائري الآن، ولأول مرة في دولة عربية وثقت تقارير مواقع دفاعية أمريكية وعربية ولا ظهور علني بشكل واضح في الجزائر لمنظومة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى روسية صنع اسكندر إي ضمن التحضيرات الجارية لعرض عسكري مرتقب في العاصمة الجزائرية بمناسبة إحياء الذكرى السبعين للثورة التحريرية الجزائرية. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية فيصل مطاوي. فيصل، أهلا بك ومرحبا. ماذا عن ظهور منظومة اسكندر الصاروخية الروسية علنا لأول مرة بشكل واضح في الجزائر، وماذا عن خصوصيتها؟ نعم، منظومة اسكندر إي الصاروخية روسية الصنع ستظهر يوم الجمعة 1 نوفمبر خلال عرض كبير أو يوصف بالكبير سيكون في الجزائر العاصمة قرب المسجد الكبير تخليدا للذكرى 70 لاندلاع حرب التحرير في الجزائر. وزارة الدفاع أعلنت عن تنظيم هذا العرض بحضور عدة ضيوف من رؤساء حكومات ورؤساء أجانب. الجزائر بحسب مصادر عديمة اقتنت هذه المنظومة من الصواريخ ابتداء من 2013 وعلى عدة فترات، كل مجموعة تضم حوالي 50 مركبة وعدد مماثل من الصواريخ. منظومة اسكندر التي تتميز بسرعة فائقة ودقة عالية مصممة بحسب الخبراء لضرب أنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة الحربية والبنى التحتية على بعد 500 كيلومتر. المجموعة المنتقاة من الجزائر يمكنها حمل أنواع مختلفة من رؤوس الحربية شديدة الانفجار. وحدات الجيش الجزائري حكيم قد تدربت على هذه مجموعة من الوحدات اسكندر إي في تدريبات مع الجيش الروسي ابتداء من 2020. الجيش الجزائري دعم في السنوات الأخيرة قدراته الدفاعية بعدة معدات حربية اقتناها من روسيا وجنوب افريقيا ودول اخرى. والفريق الاول سعد شنقليحة قائد اركان الجيش تحدث عدة مرات عن ضرورة رفع قدرات الجيش القتالية بسبب تعاظم كما قال المخاطر والتهديدات في منطقة الساحل الصحراوي وكذلك في المنطقة العربية مع وجود مجموعات إرهابية وكذلك تدفق كبير للأسلحة خاصة في منطقة